مساء الخير. اهلا. ازيك؟ مساء النور، ازي حضرتك؟ نجوى عزام الشهاوي، مظبوط؟ مظبوط، بس حضرتك ممكن تقولي نجوى الشهوي على طول. اوكي. انا الحقيقه بسمع اسمك كتير وكل الناس بيشكروا فيكي في ادارتك للحضانه. بيقولوا انك عملت لها اسم كبير قوي. ميرسي قوي على كلام حضرتك، المهم بس اكون قد المسؤوليه. اكيد قدها وقدود. ايه رايك في اللي انا قلته النهارده؟ هو الكلام اللي قلته حضرتك عجبني جدا، لان اغلب الناس بتفتكر ان رجال الاعمال لما بيعملوا حضانه او مدرسه بتبقى بالنسبه لهم بيزنس، يعني عشان الربح. لكن الكلام اللي حضرتك قلته النهارده ده فعلا بياكد ان التعليم مسؤوليه، مش عشان ربح بس. برافو عليكي. انا الحقيقه مبسوط جدا ان انت معانا في المؤسسه. يعني عندك تفهم كبير للتوجه بتاعنا. بصي، هو في ناس كتير ممكن تفتكر ان ده شو اعلامي او ان احنا بنسعى للربح من طريق تاني. لكن الحقيقه اللي انا قلته بالظبط هو اللي انا اقصده. مساء الخير يا استاذ جلال. مساء الخير يا انس. الف مبروك على الكلام الجميل حضرتك اعلنته النهارده. الله يبارك فيك، شكرا. انا كنت عايز اقول لحضرتك بس ان انا جاهز بالبلان الجديده فيما يخص تحرك الاسهم واتجاهاتها وكده، ولو حضرتك تحب نناقشها معاك النهارده. متهيألي لا ده وقته ولا مكانه يا انس. انا اسف. بص، انا عزمتك في الحفله دي عشان تعرف احنا هنعمل ايه الفتره اللي جايه، وتقدر تجس نبض السوق من دلوقتي عشان تقدر تحدد احسن سعر للسهم قبل الاكتتاب بتاعه. مفهوم؟ طبعا يا فندم، انا هعمل كده. يبقى جهز فايل بالتفاصيل دي وخد ميعاد من السكرتاريه وخلينا نتقابل في اقرب وقت. اوكي؟ كنا بنقول ايه؟ الحقيقه انا مشكلتي ان انا بشتغل مع موظفين يعني مش على مستوى تفكيري. انا محتاج اشتغل مع حد كرييتيف